سوق الغنم غنم، سوق الإبل إبل، في سوق السيارات سيارات. ايوه يعني ما تسمع عن السيارات واحد يقول تيس، كم التيس، كم الخروف، كم الناقة، ولا لا؟ صح. لو احد يجيب له مثلا في سوق الغنم ناقة سوالها 2 مليون يبيعها، الناس يضحكوا عليها، هذا سوق غنم ذا، ولا لا؟ صح. سوق الغنم الكلام مقبول عن الغنم فقط، غير مقبول عن شيء ثاني. وسوق الإبل الكلام مقبول عن الإبل فقط، ليس عن شيء آخر. سوق السيارات الكلام مقبول عن السيارات، ليس عن شيء آخر فقط. إذا لابد أن نتعاون على تكوين المعسكر الرحمن، الجو الإيماني، الجو اللي يعظف النفوس شأن الله والآخرة، ويقلب في النفوس شأن مخلوق الدنيا. لأن معنا في الجو الإيماني ملائكة لا نراها، ومعنا في الجو الغافل شياطين لا نراها، ومن تجالسه تجالسه، من تجالسه تجالسه. فأنت جليس الملائكة في الجو الإيماني تنتقل صفاتها فيك شيئا فشيئا حتى تصل يوم الأيام كأنك ملك بين الناس. ولكنك جليس الشياطين في الجو الغافل تنتقل صفاتها فيك شيئا فشيئا حتى تصل يوم الأيام كأنك شيطان بين الناس. فجليس الملائكة ملك مثلهم مع الزمن، وجليس الشياطين مع الزمن شيطان مثلهم. فتلاقي أخوين من أب وأم واحدة، تصنف هذا مع الملائكة وتصنف هذا مع الشياطين. لماذا؟ لأن هذا جليس الملائكة في الجو الإيماني فجانسها، وهذا جليس الشياطين في الجو الغافل فجانسها. ولهذا لن يفلس أصحاب الأجواء الإيمانية، ولن يفلح أصحاب الأجواء الغافلة. صحيح. لن يفلس أصحاب الأجواء الإيمانية. وله قد غفرت هم القوم الأشقى بهم جليسهم. يا رب عبدك لا خطاء ليس منه جاري حاجة وجلس، قال وله قد غفرت هم القوم الأشقى بهم جليسهم. ولكن الجو الغافل وإن كان في مرح ومز، قال كأنما قاموا عن جيفة حمار ويصبح عليهم حسرة يوم القيامة. وفي الجو الإيماني أنت مستثمر، وفي الجو الغافل أنت مستهلك. في الجو الإيماني أنت مستثمر، ولكن في الجو الغافل أنت مستهلك. متى تعرف نتيجة؟ يوم القيامة. يوم القيامة يعرف الإنسان الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين. فكل الناس أشقياء إلا الأتقياء، وكل الناس أغبياء إلا أتباع الأنبياء. ولا يفرط في سنة النبي اللهم صل عليه إلا الغبي، ولا يترك جهد الرسول إلا الكسول. وإن لم يكن إلا على بالك فأنت هالك. ولا سلامة إلا بالإسلام، ولا أمن إلا بالإيمان، ولا خلاص إلا بالإخلاص، ولا علاج للنفاق مثل الإنفاق. وفي كل ميدان أنت الأقوى بالتقوى. وإذا غابت التقوى فالغلبة للأقوى. فكن منتبه من كل مشتبه، وكن حذر من كل قذر، وكن محترس من كل مفترس. وكل الزملاء للشيطان عملاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل الأصدقاء للشيطان أرقاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل الجيران ودوك للنيران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل الأقارب عقارب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت سيء حطح في الدخان، مخدرات، معاصي، منين تعلمت هالخبائث؟ مع يهود نصارى بوذيين؟ قال لا، مع زملائي في المدرسة وزملائي في العمل، أولاد الحارة، مع أقاربي، مع جيراني، ولا لا؟ صحيح. هكذا. فالشيطان خرج من الجو الغافل شيبان حسده وشباب فسده. شيبان حسد وشباب شيبان حسده وشباب فسده. والشيطان يقول يا مسلمين سأتفق معكم لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. أنا من ناحيتي ما عندي فيه، صوموا وصلوا وحجوا واعتمروا، لكن رابطوا معي في الجو الغافل. اجعلوا جوكم بينكم جو مهايط ومضاير وبربره وقرقره، حتى حفكوا ذرية من شياطين الجن وإخواني من شياطين الإنس، وأصنع منكم شيبان حسد وشباب فسده. أعطيكم 10 دقائق روحوا صلوا تعالوا. هذا المسجد يقول صلوا تعالوا، صلاة يقول بالله واشربوا ماء، يصلوا على 50 سنة 60 سنة ويحج ويعتمر، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. قال هذا منافق خالص النفاق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لأن الشيطان يريد أن يجعل من المسلمين سدا منيعا بين الناس والإسلام، يريد أن يجعلهم سدا منيعا بين الناس والإسلام. هذا الشيطان خبيث، يريد أن لا نخشع في صلاتنا، ولا نتقي الله في صومنا، ولا نتعلم الرحمة في حجنا. تكون أعمال جوفاء لا روح فيها ولا ثمرة لها. إذا مارسنا أعمال الصالحة في معسكر الشيطان نؤديها شكلا لا روحا، وإذا أديناها في معسكر الرحمن نؤديها روحا وشكلا.
شوف كيف الآن؟ حلو. اي، ولهذا إذا أردت أن تهتدي وتستقيم احذر ابن عمك الخسيس، واحذر ولد خالك الخسيس، واحذر زميلك الخسيس، واحذر جارك الخسيس، واللي ما يحذر الخساس يعيش مع البساس. ايوه عدها يا ابو عبد الله. إذا تبغى تهتدي احذر ابن عمك الخسيس، ابن عمك الخسيس، ولد خالك الخسيس، وزميلك الخسيس، ايوه، وجارك الخسيس، واللي ما حضر الخساس يعيش مع البساس. يعني ما لقيت مره. شو كيف الشيطان؟ والشيطان ايش يقول؟ يقول اهم شيء مطوع الصوم والصلاه والحج يكبر، باقي الامور لو دخلنا النار شلوطه ما نطول في النار، ولا نتحمل شلوطه ولا نتحمل جمره، ما نتحمل جمره ولو نعطى الدنيا بعسرها. فالاستهانه بقليل عذاب الله كالاستهانه بكثير عذاب الله. لا نستهين بالنار التي الله عز وجل خوفنا بها، ولا لا؟ الخوف منها ينجينا منها، والشوق إلى الجنة يدخلنا إياها. كلما اشتد شوقك إلى الجنة كلما دخلتها بإذن الله، وإذا اشتد خوفك من النار نجوت منها بإذن الله عز وجل. شعبتنا الله يرجينا منها. ولهذا الشيطان حريص دائما أن يفرغ أعمالنا من فحواها. ولهذا نعيش دائما إذا أردتم أن تهتدون دائما تهتدوا دائما فاحرصوا على الجو الإيماني. لا تصاحب إلا مؤمن ولا يكون طعامك إلا تقي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا يخاف من الفقر من أبوه غني، فلماذا يخاف من الفقر من ربه غني؟ لا يخاف من الفقر من أبوه غني ملياردير، فلماذا يخاف من الفقر من ربه غني؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا.